ما فكرتش قبل كده ليه ممكن حد يكون ناجح جدا في شغله وبياخد مرتب كويس وفجأة تلاقيه قرر ان هو يسيب شغله ده ويروح يفتح شغل خاص بيه حتى لو هياخد فلوس قليلة منه؟ وعلى العكس تلاقي واحد لسه فريش جريد او متخرج جديد وقعد فترة يدور على شغل في المجال او التخصص بتاعه وملقاش، فاضطر في الاخر ان هو يشتغل اي شغلانة بعيدة عن التخصص بتاعه. او يبقى ليك واحد صاحبك فاسد وهو سبب بوظانك وفجأة تلاقيه قرب من ربنا وابتدى يروح الكنيسة أو الجامع ويصلي وتلاحظ فيه تغير ملحوظ. كل دي أمثلة بنشوفها كتير وبيبقى بالنسبة لنا التغير الجذري اللي حصل في السلوك والأفعال ده حاجة مفاجأة. طب إيه اللي بيخلي أي واحد يعمل اللي هو بيعمله سواء من ضمن الأمثلة اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي أو أي حاجة تانية؟ إيه الدوافع ورا التصرفات بتاعة أي إنسان؟ كان بيفكر في إيه وهو بياخد الخطوة دي؟ كل ده فسرته نظرية اسمها The Theory of Motivation Behind the Human Behavior، يعني نظرية الدافع ورا السلوك البشري. والنظريه دي عملها واحد اسمه ابراهام ماسلو، هحكي لك عنها اكتر. ابراهام ماسلو قال في النظريه بتاعته ان الناس مدفوعه بخمس حاجات او خمس دوافع ورا اي تصرف بيعملوه. اول احتياج وهو السايكولوجيكال نيدز او الاحتياجات الفسيولوجيه الطبيعيه، ودي الاحتياجات اللي احنا بنحتاجها كل يوم زي الاكل، الشرب، النوم، انك تلبي نداء الطبيعه، الحاجات اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرها. تاني احتياج وهو السيفتي او الاحساس بالامان، يعني انت عايز انك تحس انك عايش في بيت امن، في منطقه كويسه، شغال شغل ثابت ليك مرتب اول كل شهر، بيدفع لك تامينات عشان بعد عمر طويل يبقى ليك معاش، اي حاجه تحسسك انك بتامن نفسك وبتامن مستقبلك. تالت احتياج وهو اللاف اند بيلونجينج، الحب والانتماء. انت دايما عايز تحس انك محبوب مرغوب فيه، سواء في علاقه رومانسيه مع حد او في علاقه صداقه حقيقيه، يبقى ليك شله بتخرج معاهم كل يوم وبتتبسط معاهم، يبقى ليك جيران بيونسوك، اصحاب في الشغل اللي بتروحوا، وهكذا. رابع احتياج وهو السيلف ستيم، يعني احترام الذات. كل واحد عايز يبقى حاسس بقيمه نفسه ومحترمها ومقدرها، سواء عن طريق شغل معين، منصب معين، مكانه مرموقه تخلي كل اللي حواليه يحترموه، وبالتالي هيبقى شخص واثق في نفسه ومقدر قيمه نفسه كويس. وخامس احتياج وهو السيلف اكشواليزيشن، يعني تحقيق الذات، ودي اخر مرحله في قمه الهرم بتاع ماسلو، وهنجي لها بالتفصيل قدام شويه. ماسلو شرح الخمس احتياجات دي في شكل هرم، وابتدى في اول الهرم بقاعده الهرم بالفسيولوجيكال نيدز او الاحتياجات الاساسيه الطبيعيه، وفي قمه الهرم تحقيق الذات او السيلف اكشواليزيشن. وهو ما حطهمش في شكل هرم اعتباطا، هو كان ليه وجهه نظر، وهو بدا زي بدا كده ان الانسان لازم يشبع احتياجاته الفسيولوجيه وبعد كده نتكلم. عامل زي صاحبك في الشغل اللي يقول لك فطرني الاول بعد كده تعالى اطلب مني شغل. انت مستحيل توصل لاي حاجه في حياتك او تبقى انسان ناجح او منتج او فعال وانت اصلا احتياجاتك الاساسيه مش متلبيه او مش موجوده. قيس بقى على كده باقي الاحتياجات. ماسلو حط الاحتياجات دي في هرم عشان يقول لك ان كل درجه في الهرم ده انت بتطلعها لازم تكون عديت على اللي قبلها، ومش بس كده، لازم الدرجه اللي انت هتطلعها الدرجه اللي قبلها تكون مشبعه تماما من الاحتياجات بتاعتها. طب تعالى نبسط الكلام ده بقصه. هنفترض ان لينا صاحب اسمه عادل. عادل ده لسه متخرج من كليه التجاره. عادل زي اي شاب اتخرج من كليه التجاره عنده حلم ان هو يروح يشتغل في بنك، ولكن للاسف حاليا مفيش فرص متاحه في البنوك كتير. قعد في البيت فتره يدور لغايه ما الفلوس بتاعته خلصت لدرجه انه خلاص كمان كام يوم مش هيلاقي لا ياكل ولا يشرب. وهنا هنيجي عند قاعده الاحتياجات في الهرم وهي الفسيولوجيكال نيدز او الاحتياجات الطبيعيه، ودي اللي هتبقى الدافع بتاع عادل في اي تصرف هو هيعمله دلوقتي. فابتدى عادل يدور على اي شغل بعد ما كان متمسك بشغل البنك، دلوقتي عايز يشتغل اي حاجه، لغايه ما ربنا كرمه فعلا ولقى شيفت في مطعم كبير مشهور في البلد بتاعته. هيروح هناك يشتغل كويتر بمرتب معقول نسبيا بالنسبه له. راح فعلا واشتغل ولقى انه بياخد مرتب كويس مع الاوفر تايم والحوافز واي فلوس بتجيله، لقى ان هو قادر يامن احتياجاته الاساسيه من اكل وشرب ونوم وفلوس عموما. فكده نقدر نقول ان الاحتياج الاولاني بتاع عادل بقى مشبع حاليا. شبعنا اول درجه، يبتدي عادل يدور على السيفتي او انه يحس بالامان. هنتخيل ان عادل ساكن في منطقه شعبيه او مش احسن حاجه، فجه الوقت ان هو يرقى بنفسه وحتى ياجر شقه في مكان متوسط او منطقه احسن شويه. وبعدين كمان عادل يبتدي يفكر انه بقاله فتره شغال في المطعم ده واثبت كفاءه، فيبتدي يطلب من مديره في الشغل انه يتثبت ويتامن عليه، ويبتدي بقى يمشي في اجراءات الفيش والتشبيه وكعب العمل والرقم التاميني عشان يتامن عليه، عشان قدام الحكومه بعد ما يتم ال60 سنه يبقى ليه معاش. كل دي سيفتي نيدز او احتياجات تخص الدرجه بتاعه الامان. عادل بقى شايف ان ده الاوان انه يبتدي يشتغل فيها، وهي دي بقت الدافع دلوقتي لاي تصرف ياخده عادل. عمل عادل كل ده وقدرنا نشبع الدرجه بتاعه السيفتي نيدز، دلوقتي يبتدي يبص لللاف اند بيلونجينج، الحب والانتماء. عادل دلوقتي بياكل ويشرب حلو، بياخد مرتب حلو، عايش في منطقه كويسه، عايز يحس ان في حد بيشاركه الكلام الحلو ده كله ويحسوا بالحب والانتماء ناحيه بعض. فيبتدي يفكر
يفكر في الناس اللي يعرفها ويوسع دايره معارفه، سواء انه يروح اماكن جديده، يبتدي ينشئ صداقات مع اصحابه اللي معاه في الشغل، يبتدي يركز مع البنات اللي يعرفهم ان هو يلاقي فيهم حد مناسب ليه، لغايه ما مع الوقت يقدر يشبع الدرجه الثالثه من الهرم، وهي اللاف اند بيلونجينج، الحب والانتماء، انه يكون جروب من الاصدقاء وانه يلاقي البنت اللي يقدر يرتبط بيها. ولما ده يحصل هيبقى شبع الدرجه الثالثه ويبتدي يدور على الدرجه الرابعه، وهي السيلف ستيم او احترام الذات. والسيلف ستيم هنا بيتقسم لحتتين، اول حته وهو ان الشخص يحس بالثقه والرضا عن نفسه، والحته الثانيه انك تشوف ان اللي حواليك بيقدروك وبيحترموك برضه. عادل لقى ان في بوزيشن مفتوح في الشغل عنده مدير حسابات لسلسله المطاعم كلها في المحافظه، فقال ما اقدمش ليه؟ هو انا اقل منها؟ ده انا اصلا خريج تجاره وده شغلي. قدم، وفعلا عشان هو مجتهد واثبت كفاءه طول السنين اللي فاتت اتوافق عليه. طبعا في الوقت ده السيلف ستيم بتاع عادل بقى في السماء، وهكذا كل اللي حواليه بقوا بيقدروه وبيحترموه. وساعتها عادل حس ان هو وصل لشيء عظيم. لغايه هنا عادل اشبع اول 4 احتياجات من الهرم، ومع الوقت والمنصب الجديد عادل قدر يأمن نفسه بشكل كبير جدا، لدرجة ان هو اشترى الشقة اللي كان مأجرها وعايش فيها، ومستواه الاجتماعي بقى حلو جدا. نيجي بقى لقمة الهرم، اهم واحدة فيهم، وهي السيلف اكتواليزيشن او تحقيق الذات. عادل اصلا بعد سنين كتير وبعد ما وصل للمنصب اللي هو فيه دلوقتي، هو مازال فاكر وعارف ان مش هو ده الكارير اللي هو كان بيحلم بيه اصلا. ومع الوقت والخبرة اللي اكتسبها طول السنين اللي فاتت، شايف ان هو اكبر من ان هو يبقى موظف عند حد. هو حاسس ان امكانياته اكبر ويقدر ينجح اكتر، وابتدى احتياج السيلف اكتواليزيشن يزن عليه. هو عايز يحقق ذاته عن طريق ان هو يبقى بزنس اونر او صاحب عمل، لحد ما قرر انه ياخد كل الفلوس اللي حوشها طول السنين اللي فاتت ويستغل الخبره اللي جمعها طول السنين اللي فاتت في انه يروح يشارك واحد صديق ليه في شركه محاسبه كبيره، ويبتدي يحقق ذاته عن طريق ان هو يبقى صاحب اعمال خاصه بيه هو. وهنا قفله القصه مش واحده، لان تحقيق الذات ده بالذات بيختلف من واحد للتاني. واحد ممكن يحقق ذاته عن طريق ان هو يكون بيعمل الحاجه اللي بيحبها، اللي هي هوايته، مثلا زي ان هو يبقى مخرج او رسام او ممثل، زي ما في دكاتره ومهندسين كتير سابوا المجال بتاعهم وبقوا ممثلين ومخرجين دلوقتي. واحد تاني يحقق ذاته ان هو يفتح الشغل الخاص بيه. واحد تالت يكرس حياته لمساعده الناس، وفي امثله عظيمه وكتيره لحاجه زي كده، زي الام تريزا، غاندي، مانديلا. فتحقيق الذات دي بتاعه كل واحد فينا من وجهه نظره ومن الحاجه اللي هو بيحب يعملها، وتبقى محظوظ جدا لو وصلت للقمه دي من الاحتياجات. فاعرف دلوقتي انت واقف في انهي مرحله فيهم. حاول بكل جهدك انك تشبع المرحله اللي انت فيها دلوقتي عشان تقدر تنط على المرحله اللي بعدها. وانت بتنط على المرحله اللي بعدها، افتكر اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.